السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. تعالوا نشوف النهاردة طريقة الزبادي الجميلة الخطيرة دي. تحفة جدا. بصي الجمال، عاملينه بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بصي الوش عامل ازاي، عايزة اوريكي القوام. تحفة جدا. بصي حاجة كده فعلا روعة الروعة. تعالوا نشوف عملناه مع بعض ازاي. النهارده بقى انا كل سنه متعوده اعمل معاكم الزبادي بطريقه حلوه وسهله، وكل اللي جربوا شكر لي في الطريقه وطلعت معاهم ناجحه من اول مره. اللهم بارك. النهارده هنعمل تكايه كده ايه جديده. طبعا معايا كيلو لبن بلدي. تمام. مدفياه، يعني انا غلياه وسيبته ايه لحد ما يبقى زي دمعه العين كده. ومعايا مربى اي نوع، ومعايا علبة زبادي، ومعايا كيس لبن نيدو. هنعمل الزبادي في الفوانيس الأمورة دي بتاعة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تمام. هنعمل ايه؟ هقولك دلوقتي هنعمل ايه. هنا معايا الكبة او عندك الخلاط. هنحط علبة الزبادي. تمام. دي انجح طريقة هتلاقيها للزبادي على اليوتيوب. آه الفرن معانا مدفيينه. ماشي. ومعانا البودرة. اللبن البودرة بيديله طعم وقوام مش قادرة اقولك، حاجة تحفة جدا. هنحط شوية لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. هروح اضربهم واقولك هنعمل ايه. هنا بعد ما ضربت الزبادي مع اللبن واللبن البودرة، حابة تضيفي سكر تمام، مش حابة مفيش مشكلة. انا عن نفسي مش هضيف سكر. ليه؟ انا حطيت مربى زي ما انتوا شايفين كده في الفانوس، في اخر الفانوس كده، هتدي طعم وشكل حلو جدا. فانا مش عايزة الزبادي يبقى تقيل. تمام. هنعمل ايه؟ هنحط بسم الله هنا كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلب. هنقلب. تلاقيش في خطوة مهمة جاية في الطريق عشان يطلع معاكي الوش بيلمع كده. الناحية التانية عاملين ايه؟ مشغلين الفرن وهنطفيها اول ما نغطي، او يعني ايه، قبل ما نخلص الزبادي ب5 دقايق كده هنطفي بقى ايه الفرن. تمام. عشان يبقى الفرن ايه دافي كده، ويطلع معاكي الزبادي يعني 6 ساعات وتاكلي احلى زبادي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. تمام. انا كده قلبت حلو جدا. بصي في قشطه، انا عايزه اصفي الكلام ده. هصفي الكلام ده هنا. تمام. بالمصفى عندي هنا كده، ونرجع نصب مع بعض في الكاسات. هنا بعد ما صفيناه، دي الزيادة نزلت في المصفى دي. بصي يعني القشطة يعني الحاجات دي مش مستحبة، لازم تتخلصي منها عشان تديكي وش جميل وصافي كده. والقوام بتاع الزبادي هتشوفوه معايا زي ما متعودين كل سنة بنعمله مع بعض في البيت، بيبقى في منتهى الجمال. هنا بعد ما صفيته مرتين تلاتة كده، عشان انا مش بحب يبقى الوش مكلكع زي ما قلت لكم. فضيه بقى في الكاسات واوريكي قبل ما ندخله الفرن هيبقى شكله عامل ازاي. بصي حاولي هنا لما تيجي تحطي الزبادي، اللي هو اللبن، يعني لسه ما تعملش الزبادي، على المربى حطي معلقه زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى فيه فاصل والمربى ما تطلعش. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى تحت كده في الفانوس. وهنا بعد ما صبينا الكميه كلها زي ما انتوا شايفين، عايزه اوريكم بس الشكل. بصي الجمال. بصي ده ايه المربى من تحت اهي. تمام. وانا بحب الزبادي في الفخار الصراحه بيعجبني جدا. بصي الجمال، عشان حطينا معلقه
فصلت بين المربى واللبن. تمام، اهي عملت معايا الكميه دي. هنعمل ايه بقى؟ عندي ميه مغليه من الكتل هننزل بيها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا منى البلاستيك مش هيتأثر؟ لا ما تقلقيش خالص. ده الغطا وقع بتاع الفانوس. تمام، لحد ايه ربع كده الكاسات او الكوبايات اللي عندك، وهنغطيها بفوطة نظيفة. تمام كده زي ما انتوا شايفين، عشان يطلع معاكي الزبادي تحفة. المية لازم تكون مغلية. غطيته زي ما انتوا شايفين بالفوطة، وهدخله الفرن. انا دفيت الفرن وطفيته، هدخله الفرن 6 ساعات ونشوف احلى زبادي. انتظرون. وده كان الزبادي اللي احنا عملناه بكل سهولة. عايزة اوريكي، بصي اهو تحفة جدا. ما كملش، انا قايله لكم في الفيديو بياخد 6 ساعات، هو 4 ساعات، وكان اتعمل حاجة روعة الروعة. بصي الجمال، تحفة جدا. بصي القوام، مفيش اجمل من كده. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام عليكم.